أحمد مرتضى منصور يهدد المسؤولين بتصريحات خطيرة جدا جدا بعد حبس والده. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صلي على الحبيب محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. أحمد مرتضى منصور نجل المتهم المحبوس رئيس نادي الزمالك مرتضى أحمد منصور في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، يهدد بفتح ملف الاجتماع السري في فيلا التجمع. أحمد مرتضى منصور عبر تصريحات خاصة نقلها لنا أحد المقربين منه قال: طلعوا أبويا، اللي بيحصل ده مهزلة، أبويا سنه ما يستحملش البهدلة دي. أنا قلت امبارح أنا وأمير أخويا هنعتذر للكابتن محمود الخطيب قدام العالم كله ونخلص الموضوع، بس الظاهر كابتن الخطيب عامل نفسه مش سامع. أنا بحترم القضاء وأحكام القضاء، وده اللي أبويا علمهولي، بس الكابتن الخطيب لو ما تنزلش أنا هتكلم بقى وهطلع الجديد والقديم، ما هي كده كده خربانة، واللي يزعل يزعل، وهفتح الملف بتاع فيلا التجمع وهبعته للكابتن الخطيب عشان يعرف بقى مين اللي حواليه بيجي ينقل الأخبار لأبويا ويسخنوا عليه. ما هو أبويا ما كانش بيتكلم على الخطيب من فراغ، أبويا ما كانش مجنون. في مسؤولين في الأهلي كانوا بييجوا يقعدوا مع أبويا وينقلوا كل اللي بيتقال عليه من مجلس إدارة الأهلي، وهفضحهم واحد واحد. وطالما الخطيب ما خافش على زعلنا، احنا كمان مش هنخاف على زعله لو ابويا ما طلعش. وبقول لكم ابويا مريض، ابويا مريض ومش وش بهدلة، ابوس ايديكم افهموا بقى. هذا ما قاله في تصريحاته أحمد مرتضى منصور. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.